السلام عليكم ومرحبا بكم معي في حلقة جديدة من مسلسل قلب أسود حلقة يوم الجمعة. هذه الحلقة اللي غادي نشوفوا فيها حكمة اللي غادي تكري واحد الطوموبيل الأسعد باش أنه يتبع ملك ويخوفها، وبهذه الطريقة غادي دير الإجهاض. ما كانتش باغية أن هذاك الولد اللي حاملة به يتزاد، ولكن مع الأسف الخطة ديالها غادي تفشل. في الوقيته اللي أسعد غادي يضرب الطوموبيل ديال ملك وكانت معاه حتى نريمان. حكمة كانت خايفة على بنتها بزاف، وباش تساعدها اتصلت بجهاد وطلبت منه المساعدة. بقات معاه ابل فيديو وبقات كتوقف في الطوموبيلات وفي الناس باش يعاونوهم، حيت الطوموبيل ديال ملاك وكذلك نريمان. في الوقيته اللي ضربها اسعد النص ديال الطوموبيل وقف عند واحد الحافه يعني في الهواء، والنص الاخر في الارض. كانوا خايفين بزاف، يعني في اي لحظه تقدر تطيح الطوموبيل. وبلا ما نطول عليكم وندخلوا في تفاصيل الحلقه، البدايه غادي تكون مع تحسين وكذلك نوح كان جالس كيعاود ليه، قال لي دابا الاخت ديالي معايا وحتى الحبيبه ديالي معايا، خاصني نكون اسعد واحد في هاد الدنيا، ولكن عندي واحد الشعور اللي غريب، ما كنحسش بالراحه نهائيا. فين ما كنقول حنا مجموعين مع بعضياتنا وفرحانين. كنتفكر هذاك الجهاد واسعد وكذلك حكمه. هادشي علاش ما عمرني ما غادي نلقى راحه البال. وحتى لهاد اللحظه تحسين قال لي كل مشكله وعندها الحل ديالها، حاليا خاصك تكون فرحان. نوح قال لي انا غادي نمشي نجيب اتاي، وتحسين قال لي غير جلس. كان باغي يدوي لي على الام ديالو، قال لي جلس بغيت نهضر معاك واحد جوج كلمات. نوح قال لي غير تسنى نجيب اتاي ونجلسو ونتكلموا فاش ما بغيتي. قال لي غير اجي انا بغيتك. تحسين كان حشمان منه بزاف. نوح بقى كيشوف فيه وكيشوفو شحال هو متوتر. قال لي بغيت نقول لك واحد الحاجه، وشنو ما بغى يكون الجواب ديالك انا موافق عليه. قال لي الا عجبك الحال وقلتي غادي يكون خير، وإلا ما عجبكش غادي نوقفوها. في ديك اللحظه نوح بقى غير كيشوف فيه. كان جالس هو ينوض، في واحد اللحظه شد راسو، من بعد هو يدور لعندو. قال لي واش القصه عندها علاقه بالام ديالي؟ تحسين في ديك اللحظه حتى هو ناض، حيت اصلا نوح كان حاس انه كاين شي حاجه بيناتهم. كان كيشوف تحسين كيفاش كيشوف في الام ديالو. المهم تحسين ما نكرش وقال لي وكيف ما قلت لك الا قلتي مستحيل هاد العلاقه، والا قلتي لي نساها واخا نعرف نموت وما نقربش خطوه واحده. نوح قال لي غادي نقول لك واحد الحاجه وكنتمنى انك تسمعني مزيان. قال لي كون متاكد انك اكثر راجل فيه الثقه واحسن راجل وانقى واحد شفتو في هذا العالم. وبما انك سولتيني على الراي ديالي وطلع كيهمك التصرف اللي درتي بحال التصرفات ديال الاباء، قال لي انا ما عرفتش شنو هو الراي ديال الام ديالي واشنو غادي تقول، واش كتحس بشي حاجه تجاهك ولا لا. قال لي لا انا ولا الاخت ديالي ما نقدروش ندخلوا في هادشي كيبقى القرار ديالكم نتوما ناس اللي كبار وواعيين. انا دابا جيتك من الاخر وقلت لك الراي ديالي. تحسين في ديك اللحظه كان حشمان بزاف وعنق نوح حتى هو عنقو. واسماء اللي غادي نشوفوها جابت القهوه الاسعد، قالت لي بان لي الجو بارد وقلت باش تدفى. اسعد طلب منها باش تجلس، قال لها جلسي وخلينا نتكلموا شويه. بقات كتشوف فيه وهي فرحانه. قال لها واش متوحشتينيش؟ قال لها ياك ما خفتي اليوم من هذوك الرجال اللي دخلوا عندنا مسلحين؟ قالت لي بصح خوفوني، ولكن ما كنتش خايفه على راسي، كنت خايفه لا توقع لك شي حاجه حيت كانوا موجهين السلاح عليك انت. فديك اللحظه قبلها اسماء حشمات ودخلت كتجري. اسماء فاش كانت غاديه البيت ديالها تلاقات مع الاخ ديالها صغير. قال لها فين كنتي؟ واش كنتي مع اسعد ياك؟ قالت لي واش بغيتيني نبرر لك اشنو كنت كندير؟ يلا سير البيت ديالك تنعس. الاخ ديالها كان خايف عليها بزاف. وحسين اللي غادي نشوف حتى هو مشى للبيت ديالو وقال لحلا انت اشنو درتي؟ حنان قالت لي اشنو درت نهار كامل وانا خدامه، انا عييت بزاف. قال لي هذاك الحقير ديال تحسين ديرك جاسوسه عندنا ياك، وكتقولي لي اي حاجه وقعت في هذا القصر، كتجمعي المعلومات وكتمشي تبيعهم لي ياك. قالت لي اش هاد الهضره الخاويه اللي كتقول دابا؟ قالت لي اشنو وقع لك؟ ياك ما ضربك شي حد على راسك اولا شربتي بزاف؟ قال لي لا انا راني شفت الفيديو، شفتك وسمعتك بودنيا فاش كنتي كتعاودي كلشي لتحسين، انا راني متاكد من الهضره ديالي. قالت لي عافاك خليني نفسر لك كلشي وبلا ما تعصب عليا. قالت لي واحد النهار كنت غادي للسوق والسي تحسين وقف قدامي. قال لها اشنو غادي يكون قال لك كاع؟ انا دابا راني تورطت بسببك انتي. قالت لي انت علاش غادي تغرق معايا؟ الا مشاو حتى شدوني انا اللي غادي ندافع على راسي. تقدر تقول انك ما كنتيش عارف، وفاش عرفت راني بهدلتها وعيرتها. قال لها هي هاد الحمقى شكون كان كيحساب ليك اللي هرب مالك من المستودع؟ في ديك اللحظه بقات مصدومه. قالت لي واش انت؟ قال لها كنت مجبور على هادشي، جات عندي هدايه وبقات كتهدد فيا. حنان دابا قالت لي غادي يكونوا كيقلبوا عليك حيت باغيين اللي هرب مالك. قال لي راهم كيقلبوا في كل بلاصه. الا مشاو تعرفوا بانك الجاسوسه ديال تحسين. حتى هذاك اسعد الهبيل وهذاك المجرم ديال صامد غادي يدفنونا في هذا القصر. والجهاد اللي غادي نشوفوه وصل للقصر وبدا كيغوت باعلى صوته باش كلشي يحضر لعندو. فديك اللحظه هدايه مشات عند اسعد البيت ديالو، عطاتو حوايجو وقالت ليه البس هرب خلاص من القصر. قالت ليه علاش اشنو واقع؟ قالت لي جهاد راه وصل وكيقلب عليك. اسعد بقى غير كيشوف فيها. قالت لي اشنو باغي دير؟ واش باغي تمشي تضارب معاه مثلا؟ وياك تمشي عنده دير شي حاجه غادي يقتلك وما كيهموش نهائيا انك تكون الاخ ديالو.
كون كنت في بلاصتك ما غاديش نخليه يشوفني نهائيا. قالت لي سر براسك، لبس وخرج من هنا. مهم صامد وكذلك رانيا خرجوا عند جهاد. صامد قال لي اشنو واقع، علاش كتغوت؟ هو يقول لي اش كيحسب لكم راسكم كديروا؟ صامد قال لي علاش اشنو درنا؟ قال لي واش كتسول؟ قال لي كيفاش خطفتو مالك وانا ما عندي حتى شي خبر، علاش درتو هاد الشيء؟ من بعد جات حداهم حتى حكمه. وصامد قال ليه حيت الزوجه ديالك محتارمه واللي كلشي عارفها بانها الزوجه ديالك، جا نوح وخطفها من القصر، واش بغيتينا نبقاو نتفرجوا؟ حكمة قالت ليه درنا هادشي على قبلك باش نحميوك ونحميو العائله ديالنا والسمعه ديالنا. في ديك اللحظه جهاد بقى كيغوت عليهم، قال لهم شكون يعطاكم الاذن باش ديروا هادشي؟ قالت ليه ما خدينا الاذن من عند حتى شي حد، درنا داكشي اللي خاصو يدار. قال ليها صافي غير سكتي وبلا ما تزيدي شي كلمه اخرى. قال لهم فين هي مالك؟ صامد قال لي بلا ما تخاف عليها، مالك راها بخير. حكمة قالت لي حنا عارفين انك كتبغي هذيك البنت، ولكن ما عرفتش اشنو اللي عجبك فيها. كيفاش باغي تخاسم مع العائله ديالك على واحد البنت اللي حقيره بحالها وبقى لك غير تقتلنا؟ جهاد هو كيغوت باعلى صوت قال لهم مالك راها حامله وبولدي. كلشي في ديك اللحظه بقى غير مصدوم وكيشوفوا. قالوا لي كيفاش؟ وهدايه كانت كتصنت غير من بعيد. جهاد قال لهم كيف ما سمعتوا، هي راها حامله بولدي وانا ما باغيش نفرط فيها. جهاد غير قال لهم هذيك الهضره، من بعد مشاو خلاهم كيتقلاو غير بوحدهم، بقاو غير مصدومين. حكمه بقات غير كتفكر وصامي تشد راسو. من بعد غادي نشوفوا جهاد اللي كان واقف قدام المنزل ديال تحسين وكيصوني على ملك، ولكن ملك مبغاش تجاوبو، بقى كيقول غير جاوبيني وخلينا نهضروا. خلى ليها واحد الفوكال قال ليها انا ما كنتش عارف داكشي اللي دارو، وكون كنت عارف حتى شي واحد ما كان غادي يقرب ليك. انا مشيت نشوف واحد الصديق ديالي في واحد المدينه واحده اخرى، كان عنده واحد المشكل، وفاش عرفت رجعت في اول طياره. غير ثقي بيا، ما كنت عارف حتى شي حاجه، وكون كنت عارف مستحيل كنت نخليهم يقربوا ليك. بقى كيعتذر منها وكيحلف ليها. المهم وصلها هذاك الفوكال، وفاش وصلها مبغاش تقراه نهائيا ومسحاتو. وفاش جا الصباح ملك خرجت من القصر، والرجال اللي كانوا حارسين القصر قالوا لها هذا الراجل راه من البارح وهو كيتسنى هنا، يعني على جهاد. دقات عليه في الطوموبيل، بغى يخرج عندها وهي تقول ليه غير نزل الساج. قالت لي علاش جيتي؟ قال لها من بعد داكشي اللي وقع البارح انا جيت باش نعتذر منك، خلينا نهضر شويه. قالت لي كون بغيت نهضر معاك كون جاوبت على الاتصالات ديالك. بقى كيحلف ليها انه ما كان عارف حتى شي حاجه. قال لها كون كنت عارف كنت غادي نمنعهم. قال لها واش انت بخير؟ ما وقعت لك حتى شي حاجه ياك؟ قالت لي بخير، هادشي علاش انا واقفه دابا قدامك وكنتكلم معاك. قال لها هو الولد؟ قالت لي راني قلت لك راني بخير. قالت لي تسنيتي الليله كامله غير هكاك، دابا غير سير. قالت لي واخا بما انك اعتذرتي مني يلا سير دابا. قال لها عافاك خلينا نهضروا. قالت لي واش انت ما كتفهمش، راك انت هو السبب في هاد الحاله اللي واصل ليها حنا دابا، انت اللي نهيتي العلاقه ديالنا حيت ما تقتيش بيا. هادشي علاش حنا ما عمرنا غادي نتلاقاو وما عمرنا غادي نتكلموا. كانت راجعه للقصر. قال لها خلينا غير نتكلموا جوج ديال الدقائق من بعد ما تشوفيش ليا كاع في وجهي. قالت لي صافي غير فهم انا وياك عمرنا غادي نرجعوا لبعضياتنا. قال لي انا عارف ان داكشي كامل اللي درت راه كان غلط كبير، وكنوعدك انني غادي نصلح كلشي. اعطيني عافاك غير فرصه واحده، غير ثقي بيا، انا راني كنبغيك بزاف وانا متاكد انك حسنتي كتبغيني. مالك بقاتي غير كتشوف؟ نادت على دوك الحراس وقالت لهم السيد جهاد راه باغي يمشي. قال لها عافاك، قالت لي سير وما تبقاش تجي عندي نهائيا. المهم مالك ندماتو على النهار اللي ما تاقش فيها والضرب اللي ضرب ليها الاخ ديالها. وحكمات اللي غادي نشوفوها مشات عند الاخ ديالها الصامت. قالت لي واش عجبك هذا الوضع؟ قال لها اشنو بغيتيني ندير؟ جهاد باغي هذاك الولد من مالك وهي اصلا باغيه تولد منه، اش بغيتيني ندير؟ قالت لي واش انت ما مستوعبش الوضع؟ الولد اللي غادي يتزاد راه غادي يكون من بنت فتون اللي كانت الزوجه ديالك. قالت لي اشنو غادي يوقع من بعد؟ واش غادي تقبل بهذا الحفيد؟ قال لها انا راه ما باغي لا اولاد ولا احفاد. قال لها جهادي الا كان مصر انه باغي الولد من هذيك البنت راه لا انت ولا انا غادي نمنعوه، وكنتمنى انك تكوني فهمتيني وما تبقايش تهضري معايا على هذا الموضوع نهائيا. خرجها من البيت ديالو. من بعد حكمت غادي نشوفوها مشات عند اسعد اللي كان في منزل اخر. قالت ليه مصيبه وقعت فوق روسنا. بدات كتكلم ليه على الحمل. قال لها على اين حمل كتكلمي؟ قالت ليه مالك راها حامله ومن الاخ ديالك جهاد. قال لها غير بلاتي واش كتقصدي بان مالك حامله؟ قالت لي علاش واش انت ما كنتيش عارف؟ قالت لي هي راها حامله وهادشي غادي ياثر على المستقبل ديالنا. قال لها غير فهمي دابا اشنو غادي يوقع؟ قالت لي حنا راه غادي ندمروا، البنت راها الابنه ديال الام ديالك والولد راه الابن ديال الاب ديالك. الولد اللي غتكون الكنيه ديالو شانسالان، يعني غادي تشارك معنا في الورث كامل. قالت ليه الولد ديال جهاد غادي يكون هو الحفيد وهو الوارث الوحيد العائله شانسالان. قال لها وعلاش؟ قالت لي واش ما شفتيش الاب ديالك كيقول غير جهاد وسلموا الخدمه كامله وعطاه جميع الصلاحيات. قال لي نهار اللي غادي يجي هذاك الحفيد
ما غادي يبقى يذكر لا الاسم ديالك ولا الاسم ديال رانيا، وهي كتحلم بهذا الشيء. المهم بقات كتشارجي فيه وعمرت ليه راسو مزيان. قال لها دابا غير قولي لي اشنو غادي نديرو. قالت لي هذاك الولد ما خاصوش يجي لهاد الدنيا. المهم حكمت وكذلك اسعد مشاو كراو واحد الطوموبيل، والسيد اللي كرا ليهم الطوموبيل قال لهم الطوموبيل ها هي دابا مسخه شهر تقريبا ما تغسلات، وحتى هذيك اللوحه ديالها وسختها مزيان باش ما تبانش. قالت ليه من بعد اشنو غادي ندير بالطوموبيل. قال لها ديري بها اللي بغيتي، الا بغيتي كاع تحرقيها حرقيها. قالت لي صافي دابا انت غير سير. المهم حكمه طلبت من اسعد باش هو اللي يسوق الطوموبيل. قال لها واش ما غاديش تموت. قالت لي لا، ولكن اكيد غادي تخسر الولد. يعني كانوا باغيين يخوفوها بالطوموبيل باش دير اجهاض. اسعد مشى قدام القصر وبقى كيتسنى فيها باش يتبعها، وفي نفس الوقت بقى مع تواصل مع حكمه. في الوقيته اللي مالك كانت كتوجد راسها باش تمشي عند الدكتوره، حيت كان عندها موعد معها باش تشوف البيبي. ونريمان قالت لها حتى انا بغيت نمشي معاك. قالت لها واش ممكن. مالك قبلات انها باش تمشي معاها. نريمان قالت لها غادي نجيب الصاك ديالي ونتلاقاو لتحت. المهم مالك خدات الطوموبيل من عند الحراس. اسعد قال لحكمه هي راها خرجات. قالت لي قلتها لك يلا تخبى وغير غادي تحرك بالطوموبيل ديالها غادي تبعها. اسعد ما شاف نريمان اللي كانت راكبه معاها او اللي ركبت معاه من بعد، كانوا فرحانين حيت غاديين مع بعضياتهم، وغير خرجوا للطريق اسعد تبعهم. وتحسين اللي غادي نشوفوه كان كيتكلم مع نوح اللي كانوا في الفندق اولا في هذاك الاوتيل اللي خدامين فيه. نوح قال لي انا ما قادرش نتقبل ان عائله شامصلان خطفوا لي اختي. القلب ديالي كيفور وكنحس براسي غادي نفجر وكنقول مع راسي غير تهندد. قال لي الشيطان كيقول لي سير حرقهم. انا ما قادرش نوصف لك الشعور اللي كنحس به دابا. تحسين قال لي ماشي مشكل غير تهدم. نوح قال لي انا القلب ديالي راه مازال مبرد. قال لي كنعذرك ولكن ما تنساش راني غادي نلعب عليهم واحد اللعبه اللي عمرهم غادي نساوها في حياتهم، ما غاديش يعرفوا اشنو وقع ليهم. وفي هذيك الوقيته القلب ديالك غادي يبرد وغادي ترتاح. ونريمان اللي غادي نشوفوها كانت غاديه في الطوموبيل هي وملك. قالت لها شكرا لكم بزاف، انا من شحال هادي ما جلست على شي طابله وكليت ماكلتي وانا مرتاحه، ما نقدرش نوصف لك الشعور ديالي وشحال مرتاحه. قالت لها مزيان مني جيتي عندنا. قالت لها انا متاكده غادي نكونوا فرحانين مع بعضياتنا. نريمان قالت لها حنا بزوج بينا كنستحقوا اننا نكونوا فرحانين في الحياه ديالنا الجديده. قالت لها بصح عندك الحق. من بعد قالت لها واش هذه اول مره غادي تشوفي الطبيبه. قالت لها هذه المره الثانيه. المهم اسعد غادي نشوفوه كان تابع ام اللور، وحكمه حتى هي كانت تابعه اسعد شي تابع شي. حكمه دارت ليه واحد الاشاره باش يضوب لهم ويخوف مالك، ما كانش كيحسب ليها بان بنتها حتى هي كاينه معاه. المهم اسعد زاد في السرعه وبدا كيدوبل. في الوقيته اللي نريمان قالت الملك واش دابا نقدروا نسمعوا النبض ديال الجنين والقلب ديالو. قالت لي واش بغيتي تدخلي معايا لداخل. قالت لها الا ما كان عندك حتى شي مشكل بغيت نسمع الصوت ديال القلب ديالو. قالت لها اكيد انا ما عندي حتى شي مشكل. قالت لها وشكرا لك بزاف حيت ما خليتينيش نجي غير بوحدي. نريمان كانت فرحانه بزاف. المهم اسعد قرب حداهم شويه من بعد ضرب لهم الطوموبيل. مالك ما بقاتش قادره تتحكم في الطوموبيل نهائيا وخرجت للحافه وبقات تقول لها حنا راه غادي نموتوا. في ديك اللحظه حكمت سمعت الصوت ديال بنتها وبقات تقول نريمان. اسعد بقى غير مصدوم حيت مالك ونريمان وقفوا عند الحافه، النص ديال الطوموبيل في الحافه، النص في الهواء والنص في الارض، كانوا غادي يطيحوا من هذاك الجبل. الطوموبيل كامله كتزعزع. اسعد اللي خاف بزاف وبقى كيقول ما غاديش يخليوني يعيش، بقى كيقول انا صافي مشيت فيها. المهم اسعد هرب بالطوموبيل. حكمة بدات كتصل باسعد ولكن ما كانش كيجاوبها. نريمان قالت للملك خلينا ننزلوا غادي نقدروا نديروها. قالت لها اش هاد الهضره الخاويه، الا تزعزعنا الطوموبيل غادي تنزل. نريمان طلبت من الملك باش تنزل. قالت لها مستحيل ننزل ونخليك، يا اما غادي ننزلوا بجوج يا اما غادي نطيحوا بزوج. حكمة في ديك اللحظه نزلت من الطوموبيل بقات كتقول انا اشنو درت. ملك بقات كتطلب من نريمان باش تخلي ظهرها اللور وما ترجعش لقدام. كانوا كيرجعوا في الكرسي اللور. حكمة في ديك اللحظه قربت حداهم قالت لهم مالك نريمان. قالت لهم انا غادي نطلب المساعده حتى شي واحد فيكم يتحرك. بقاو غير كيشوفوا فيهم مصدومين وكيشوفوا في بعضياتهم. في الوقيته اللي جهاد كان كيعطي الاوامر للرجال اللي كاينين في القصر. حكمة اتصلت به وكان كيقطع عليها، بقات كتصل به بزاف ديال المرات وهو يجاوبها. قال لها اشنو بغيتي. دارت معاه ابل فيديو. قالت لي سمعني راه واقعه واحد الحاجه اللي خايبه بزاف. قال لها فهميني اش واقع. قالت ليه نريمان ومالك وقع لهم واحد الحادث، وراتو الطوموبيل والوضع ديالها. قالت لي عافاك لما عاوني انا ما عارفاش اشنو خصني ندير. قال لها انت اشنو كتقولي كيفاش وقعت هاد الحادثه. قال لها وياك ديري شي حاجه قبل ما نجي حيت بانت ليه الطوموبيل كامله كتزعزع. جهاد قال العمه ديالو قال لها واش عندك شي حبل في الطوموبيل ديالك باش نجرهم. قالت ليه لا ما عنديش. قريها سيري للطريق واي واحد بان لك دايز سوليه انا جاي عندكم ودابا. المهم بقى مخدم معها ابل فيديو. نريمان
جبدت التليفون ديالها وبدات كتصل بنوح، ولكن نوح ما كانش كيجاوبها. وحكمة اللي غادي نشوفوها بدات كطلب اي واحد ديز في الطريق وكتسولوش عنده شي حبل. جهاد طلب من العمه ديالو باش تسول هذوك الشاحنات الكبار، قال لها هما اكيد غادي يكون عندهم الحبل، حيت الطوموبيلات ما كيكونش عندهم نهائيا. المهم وقفت واحد الشاحنه اللي كبيره، واسماء اللي سمعت في القصر بان كلشي كيقلب على اسعد اتصلت بيه في الوقيته اللي وصل لواحد المنزل. قالت ليه فين كنت دابا؟ جهاد راه عطى الاوامر ديالو باش يقلبوا عليك. قالت ليه ما تمشيش لهداك المنزل، راه صيفه الرجال ديالو يقلبوا عليك. قال ليها ما كيهمنيش هاد جهاد وما كيخوفنيش. قالت ليه ما تقولش هاد الهضره، هو راه كيبقى الاخ ديالك. قالت ليه فين غادي؟ قال لها غادي نلقى شي بلاصه بلا ما تخافي عليا. اسماء كانت فرحانه في الوقيته اللي كانت كتكلم مع اسعد، وفي نفس الوقت هدايه شافتها. وهدايه عفوا وحكمه اللي غادي نشوفوها وقفات بزاف ديال الطوموبيلات، وفي الاخير لقات واحد الطوموبيل اللي عندها حبل. مالا بقات كتقول لهم عافاكم لما عاونونا، حنا راه خفنا بزاف والقلب ديالنا غادي يوقف. نريمان بقات تقول لها عافاك لما نزلي ونقضي راسك وولدك، على قبل ولدك عافاك لما نزلي. قالت لها لا ما بغيتش، ما نقدرش ننزل ونخليك بوحدك. انت دي النهايه ديال الحلقه، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، والى فيديو لاحق ان شاء الله.